عليكم بنات، واش راكم؟ راح تكونوا لاباس؟ انا راني صافا والحمد لله. اليوم البنات حنبارطاجي معاكم وصفه اكثر من رائعه، وصفه تستحق التجربه، اللي هي البنات وصفه خبز الدار ولا خبز الكوشه. هاد الوصفه البنات سهله سريعه التحضير، مقادير تاعها مقادير مضبوطه وبدون تعب، يعني البنات ما حتبذلوا فيها ولا مجهود، بدون دلك. بنات حنبارطاجي معاكم طريقة التحضير والمقادير في نفس الوقت. وش نسحقوا البنات في المقادير؟ نسحقوا كيلة تاع حليب يكون دافئ مع كيلة تاع السميد الرقيق اللي هو البنات الرطب، من المستحسن يكون من النوعية الجيدة، زوج حبات بيض، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة تاع السكر، وباكي تاع خميرة الحلوى. مع البنات 4 مغارف كبار تاع اكل تاع الزيت عاديه، زيت المائده هي البنات تورنوسول، ومغرفه صغيره تاع الملح. مع البنات السانوج ولا حبه حلاوه ولا كيما درت انا الجلجلان، نتوما لكم الاختيار. ونلموا الخليط تاعنا بالفارينه. هادو هما البنات المقادير اللي نسحقوهم في هاد الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي خبز الدار. البنات نروحوا للمراحل. المرحله الاولى في اناء ندير هذيك الكاس تاع الحليب الدافئ. البنات هنا لكم الاختيار في الكيله، تحبوا تكيلو بالكاس ولا تكيلو بالبول ولا البنات بالفنجال. المهم البنات نفس الكيله كيلو بها باقي المقادير. انا هنا البنات هاد الكيله خرجت لي زوج تاع خبزات. البنات جبت ان ريسيبيون راح نحط فيه هذاك الكاس تاع الحليب، نضيف له مغرفه كبيره تاع الخميره مع مغرفه كبيره تاع السكر مع 4 مغارف كبار تاع الزيت وحبه تاع بيض كامله وبياض بيضه والصفار نخلوه للتزيين. ونضيف له البنات تانيت هذاك الكاس تاع السميت، الكيله هذيك تاع السميت. نخلط كلش البنات تري تري بيان بالفوي ونخليه البنات يخمر. نخليه يخمر مدة 30 دقيقة حتى البنات 45 دقيقة، يعني خلوه حتى يتضاعف الحجم تاعو. يعني البنات هذا هو السر باش يجيكم الخبز تاعكم خفيف، لازم هذاك الخليط لازم يخمر تري تري بيان. من بعد البنات نكسر له الخميرة ونضيف عليه الفارينة والخميره تاع الحلوى مع الملح. هنا البنات الفارينه راح تدي لكم زوج كيسان حتى زوج كيسان ونص. انا البنات دات لي كاس ونص، هذا مكان. هنا البنات الفارينه ما نقدرش نقول لكم مقادير يعني مضبوطه، روحوا بالعقل بالعقل فقط. البنات لازم العجينه تاعكم تجيكم خفيفه، ما تجيكمش يابسه. لازم فريمون البنات تجيكم خفيفه، تجي تلصق في اليد هكا باش الخبز تاعكم ما يجيكمش معجن وما يجيش تاني البنات يابس، يجي طري وخفيف في نفس الوقت. هذه البنات ملاحظه جد مهمه، ما تكتروش البنات الفارينه باش الخبز تاعكم ما يجيكمش يابس. قلت لكم تسحقوا بين زوج كيسان حتى زوج كيسان ونص، مي سا ديبون كل وحده والفارينه تاعها، كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. انا البنات دات لي كاس ونص، هذا مكان. من بعد البنات بعد ما نجمع هذاك الخليط كما قلت لكم العجينه لازم تكون تلصق، نخليها البنات تخمر على الاقل 4 ساعة حتى نص ساعه. من بعد البنات نجيب بلاطو يكون مدور ولا يكون كاري. هنا البنات الشكل لكم الاختيار. انا البنات درت البلاطو تاع الفوق عادي، دهنته بالزيت، درت ورق الزبده ودهنت هذاك الورق الزبده بالزيت. من بعد البنات حطيت هذيك العجينه ودلكتها البنات بالعقل بالعقل بالزيت، يعني نعاونوا روحنا بالزيت هكا باش ما تلصق لكمش. كما قلت لكم العجينه تجي تلصق فريمون البنات تجي تلصق. يعني بسطوها كامل في هذاك في البلاطو هذاك. من بعد خلوها تزيد تخمر. انا هنايا واش درت؟ بسطتها درت عليها هذاك الجون دوف، درت عليها الجلجلان والسانوج. من بعد البنات خليتها تخمر واحد نص ساعه. ومن بعد شعلت الفوق تاعي على 180 درجه، خليته يسخن البنات 4 ساعة من قبل، ودخلت الخبز تاعي يطيب. التالي البنات 20 دقيقه، هذا ما كان. كي تشوفوه البنات تحمر في الاطراف شعلوا له من الفوق، خلوه يتحمر وخرجوه. من بعد البنات خليوه يبرد تماما باش تروحوا قسموه البنات وتقدموه وبصحتكم. الى البنات حبيتو تخبوه في الكونجيلاتور راح يقعد البنات الجديد كي تجبدوه. ما عليكم البنات فقط غير تقطعوه وخبوه في الكونجيلاتور ديروه في كيس بلاستيكي، خبوه في الكونجيلاتور وتجبدوه واش تسحقوا. هذا ما كان. يعني البنات انا هذه الطريقه تاعي
نخلي ندير 5، يعني نقطع 5 مرصوات نديرهم في لي صاك تاع الكونجيلاتور ونخبيهم كي نسحق نجبدهم قبل